انتهيتم إلى الفشل، أليس كذلك؟ يعني سمعت إني بتزوج يوم الجمعة القادمة. سمعت. سابر. ما بك؟ لماذا تظل بعيدا؟ تعال اقترب. لا خلاني هنا لأني معي لك موضوع ضروري ولازم أكلمك عن بعد. لا تدير لي ظهرك. وبعدين ليش يعني لما سمعت إني بتزوج قمت تتزوج؟ أنت تقول ذلك؟ أيوة أنا قلت ذلك. ليش إحنا ما نكون مثل الهنود؟ يتزوج واحدة واقتنع بها طول العمر، اللي لازم نلفش وتشتي الثانية. ليش الطمع؟ أولئك هنود ونحن عرب. شوف، في ناس تتمنى توصل عند الأولى ودمرتك، ما هيش مقصرة معك يا أخي. ليش تظلمها وتتزوج الثانية؟ ما يتفرج عليها. أنا والله ما انصحك إلا نصيحة أخلاقه ومشيكش المشاكل، لا تفتح لك باب للمشاكل. هي فتح نخره، لا تفتح نخرك لا أجي أرعفك ذا الحين. هو صح إن الشرع حلل أربعة يعني، وأنت يعني لو شئت تتزوج عادي يعني أنا بدعمك والله من الألف إلى المليون. ولكن اسمع، اللي ما تملأ عينه الأولى لا تملأ عينه لا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة. بس أنت استخير وشوف الأفضل. لكن نصيحتي لك إنك تجلس في البيت وتبطل التفكير بالزواج الثانية، لأنك داري بنفسك. تخاف من الأولى يا خواف.